السلام عليكم. النهاردة الجمعة وجمعة مباركة على الأمة العربية بخير. تلاقي في ناس بتاخد يوم الجمعة ده نوم من الصبح لحد المغرب، لا يعرف فيه صلاة ظهر ولا يعرف فيه أي حاجة. هو أنت عشان واخده أجازة تناموا كله لحد المغرب؟ مش في صلاة ظهر؟ مش المفروض توعى زوجتك تقول لولادك قوموا صلوا الظهر؟ لا، تلقاه يناموا لحد المغرب، وفي الاخر يقولوا لك البيوت خربانه، البيوت فيها مشاكل، الست ما بتحترمش الراجل، الولد ما بيحترمش ابيه، البنت ما بتحترمش ابوها. ليه؟ ما كله ده من قله الدين، من قله الايمان. ازاي تبقى مسلم ويفوت عليك صلاه ظهر الجمعه ما تصليهوش خالص؟ ما انت عايش ازاي يعني؟ وفي الاخر تتكلم وتقول اصل البيوت فيها مشاكل، اصل الحسد. ما هو كله ده من قله الدين، من قله الايمان. وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. المفروض انت تعرف زوجتك وتعرف اولادك ان صلاة الظهر عشان ربنا يحل عليكم البركة وربنا يكرمكم. والسلام عليكم.